صناع المجد العلماء. اقرأ بسم الله الأكرم واسمع خير كلام وافهم من يسعى للمجد تعالى صناع المجد العلماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي مقاصد الذكر الحكيم. هذه الحلقة باللغة العربية، وهذه هي الليلة 9 من ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1447. سألنا الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. ما زال الحديث مستمرا حول مقاصد سورة البقرة والأهداف التي ترمي إليها والثمار التي تريد أن تبنيها هذه السورة. مررنا بأنواع الناس، ومررنا أيضا بالخلافات الثلاثة، خلافة آدم وبني إسرائيل وإبراهيم عليه السلام، ثم تطرقنا في ما يتعلق بالأرزاق وتحري الطيبات والبعد عن المحرمات. الآن سندخل بمشيئة الله فيما يتعلق بالعبادات، ابتداء من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وعبادات الأركان الخمسة، الصلاة، الزكاة، وفيما يتعلق أيضا بالتوجيه الإلهي الكريم للمجتمع بالتكافل، وكذلك فيما يتعلق بأحكام الزواج والطلاق وأيضا الرضاع، وكذلك فيما يتعلق بالقصاص وأيضا الجهاد في سبيل الله. ونختم إن شاء الله في هذه الليلة بأحكام الاقتصاد الإسلامي. هذه هي محاور هذه الليلة. نسأل الله تعالى أن يفتح علينا بمنه وكرمه ومن بركاته، وأن يفتح علينا فتوح العارفين. باسمكم جميعا أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان الضيف الدائم. فأهلا وسهلا فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا، حياك الله فضيلة الشيخ وبارك فيك، وأهلا بالمشاهدين. الآية العظيمة في سورة البقرة التي تتلى دائما: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل السائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه الآية الكريمة شملت كثيرا من الأعمال الصالحة، ابتداء من الإيمان بالله عز وجل، وانتهاء بالصبر في البأساء والضراء وحين البأس. نستمع إلى تعليقكم، وبعد ذلك سنأتي إلى ما يتعلق بأول شيء بدأ به رب العزة والجلال بعد هذه الآيات الثلاثة. قال سبحانه: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فما الرابط بين الآيتين؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نلاحظ أن هذه الآيات جاءت بعد المقطع الذي تحدثنا عنه في الجلسة الماضية حول موضوع نقل القبلة، وكأنما القرآن الكريم سبحان الله في كثير من منهجياته يحاول أن يرسخ في الناس معاني الأشياء ولبها وجوهرها، حتى وإن كان لها أشكال. واللحظة التي يرد فيها على من يتشبث بشكل التعبد أو بشكل الأحكام على حساب جوهرها، هنا ينقلهم مباشرة إلى التركيز على الجوهر. وهذا ليس فقط في هذا الجانب، يعني لاحظ هم كانت مشكلتهم كيف ينتقل الناس من بيت المقدس إلى البيت الحرام، وقبلها قال الله لهم: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. جميل. يجب أن تركزوا في المعنى الأساسي. هنا جاءت هنا بالتفصيل، يعني أن القضية المركزية التي ينبغي أن تركزوا عليها وتجعلوها مدار حياتكم هي قضية الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر.
والإيمان بالملائكة اللي هي أصول الإيمان. لو تلاحظ هذه الآيات تناولت أصول أركان الإيمان المعلومة، صحيح، كما تناولت أيضا أركان الإسلام. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يقول لهم أنتم مفرطون في أصول هذا الدين ومفرطون في القضايا المطلوبة شرعا وتتشبثون بأشكال وتريدون أن تهدموا بها هذه الأصول، فمشكلتكم ليست لها حجة وليس لها دليل. هنا لاحظ سبحان الله كما أنهم أيضا في القتال تشبثوا بقضية الأشهر الحرم وأرادوا أن يعيبوا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قاتلوا في الأشهر. طيب أنتم أخرجتم الناس في الأشهر الحرم وأخرجتم الناس وظلمتموهم وفتنتموهم في دينهم، أي الفريقين؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. لاحظ هم يتكلمون عن قتال، قل قتال فيه كبير ولكن قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. لاحظ كيف أن القرآن هناك أيضا سبحانه ميزان. أي نعم. أيضا هناك لما أرادوا أن يجعلوا أن والله قضية الاهتمام بالبيت الحرام والمآكل فيه والمشارب، قال أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله وجاهد في سبيل الله، فهو لا يستوون عند الله. لاحظ هنا حتى أيضا لا يفهم المشاهد بأن نحن نقلل من الأحكام التي يمكن أن نسميها أحكام فرعية بالنسبة لهذه الأصول، ليست فرعية، ولكن لما يريد شخص يتشبث بالفرع ويهدم الأصل فإن القاعدة تقول كل فرع عاد على أصله بالبطلان لا يعتبر. أنت لا تحاول أن تهدم الأصول عن طريق إيه؟ عن طريق الفروع. نعم صحيح. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يؤكد هذا المعنى. القاعدة لو سمحت، كل فرع عاد على أصله بالبطلان لا يعتبر. نعم. يعني الآن مثلا يشترط في الإمام أن يكون عدلا، سواء كان إمام صلاة أو إمام جهاد. جميل. فإذا أراد واحد من الناس يقول والله يا هذا الإمام عليه ملاحظات فيترك الصلاة خلفه، يقول له لا. يقول والله هذا الإمام فيه ظلم فيه فسق لا نجاهد معه، القرآن السنة تقول لك لا، قاتل معه. لماذا؟ هذه فروع لا تعود ولا تكر على أصولها بإيه؟ رائع. بالبطلان. رائع. نعم. جميل جدا. طيب شيخ حسن، طبعا هذه الآية الكريمة تحدثت عن كما تفضلنا عن أركان الإيمان والإسلام وإلى آخره. بعدها جاءت أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ثم تكلم عن الوصية، تكلم عن الأمور هذه. نعم. ما الرابط بين ليس البر إلى أو بين ما يتعلق بالقصاص والقتل ويعني الأخ قد يقتل أخاه بسبب المال بسبب غضب، ما الرابط بين هذا؟ أحسن. هنا طبعا الشريعة يقولون بأن أحكامها جاءت في سياقين. السياق الأول هو سياق البناء، فيقول لك والله إذا أردت أن تؤسس المجتمع المسلم يتأسس على الإيمان بالله، يتأسس على الزكاة، يتأسس على الصلاة، يتأسس على الترابط الاجتماعي، هذا من حيث الوجود، الأحكام من حيث إيه؟ وجودها. ثم في نفس الوقت أيضا هنالك أحكام تتعلق بحراستها بعد البناء. ما هو المهدد الأساسي للمجتمعات بعد هذا التماسك؟ والاحتراب الداخلي. نعم، فقدان الأمن، وخصوصا الحرب الأهلية إن صح، يعني حرب داخلية. هنا لاحظ الجهاد سيأتينا فيما يتعلق بالخارج، لكن أول شيء أراد أن يحصن المجتمع المسلم في داخله. الله. فكان عندهم مثلا مسألة خطيرة جدا في المجتمع، وهو أن إذا شخص قتل واحد من قبيلة، القبيلة تقول لا نقتل منكم 10. فأراد الله أن يبطل هذا الجانب، فلا يسرف في القتل. فأراد أن يقول لهم لا، قتل منكم رجل يقتل مقابله رجل، قتلت امرأة يقتل مقابلها امرأة، قتل عبد يقتل مقابل عبد. أما إذا قتل عبد تقول لا مقابله لابد أن نقتل واحد من ساداتكم وقاداتكم، لا. فأراد الله سبحانه وتعالى في المجتمع المسلم أن يرسي قاعدة التكافؤ والعدل. الله. أيوة. فإنت والله هذه القضايا مما تحمي مجتمعكم، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. نعم. فمن عفي له من شيء فاتباع بالمعروف. يا سلام. بعدين شوف سبحان الله القرآن لطائف عجيبة. فمن عفي له من إيش؟ من أخيه. الله. مع القتال ما تنتفي الأخوة. يقول أنت أخوه،
إنما المؤمنون إخوة. عقد الإيمان لازم. الله. عقد الإيمان ما دام حتى لو حصل قتال مهما كان ولذلك فأصلحوا بين أخويكم هم يتقاتلون. سفك دمه. نعم سفك دمه ولكن فأصلحوا بين أخويكم. الله. فمن عفي له من أخيه شيء. وهذه سبحان الله من أحكام اليسر في الشريعة الإسلامية. طيب كيف نوفق بين هذه الآية الكريمة التي تنص على الأخوة وبين آية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وعيد شديد. نعم أحسن. موضوع القتل شيخ إبراهيم فيه 3 أحكام. فيه حكم متعلق بالله، وفيه حكم متعلق بالميت، وفيه حكم متعلق بأهل الميت. الذي يملكه هؤلاء هو الحق الخاص بهم، انهم يعفوا او ياخذوا القول او ياخذوا الدين. طيب بقي لنا امران، وبقي امرين، بقي امران. بقي امران، حق الله وحق المقتول. احسنت. حق الله سبحانه وتعالى قد يعفو فيه، لان ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بقي الحق الذي للعبد، هذا لا بد فيه من من الموازنة بين الحسنات والسيئات. ولذلك موضوع الوعيد قائم، الوعيد لهذا الإنسان إنه والله يمكن أن يصل به الأمر إلى أن يكون مخلد في النار. فحق الله وحق هذا العبد المقتول الذي لا كلمة له بعد أن قتل، حقه سيستمر معك إلى يوم القيامة. لكن حتى نحقق الأمن الاجتماعي، وحتى لا تتحول القضية إلى قضية يتوارثها هذا الجيل الحي، وفي سبيل هذا الذي مات نحاول أيضا أن نورث أجيال كاملة قضية الاحتراب، لا، قال لك والله إما أن تقتل هذا الشخص الذي قتل، وإما أن تقبل بالصلح وتأخذ الدية. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم. ليش تخفيف من ربكم؟ لو رجعت إلى التشريعات في بني إسرائيل أشد من هذه بكثير. جميل. طيب وما دام حصل القتل، نعم، معناته سيحصل هناك أرملة. أيوة. سيحصل هناك أيتام طبعا، سيحصل هناك مال يترك، سيحصل هناك، فجاءت تباعا الوصية. نعم. كتب عليكم القصاص، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. نعم. فمن بدله بعد ما سمعه. نعم. على خلاف طبعا هنا في مسألة الوصية، وأنها نسخت بعد ذلك بأنه لا وصية لوارث. طيب ما علاقة هذا الكلام الآن؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، بالخلافة بالاستخلاف العام، ما علاقته؟ يعني أنتم ذكرتم لنا في بداية السورة أن السورة ترمي إلى الاستخلاف في الأرض بالطاعة والامتثال. نعم. فأين هذا الكلام هنا؟ أحسنت. الطاعة والامتثال في سياقها الكلي، لكن أيضا يعني هذه الرؤية الكلية يجب أن تتنزل في شكل مشاريع. الآن هذا مشروع للأمن الداخلي. أيوة. إنه والله الحالات الداخلية التي فيها قتل ستأتيك بعد كده أنواع، فلا يمكن أن تستخلفوا حتى تحققوا الأمن والعدل في البلاد فيما بينكم، ولا يمكن هذا. نعم. إلا ولذلك من أبلغ الآيات. نعم. ولكم في القصاص حياة. سبحان الله. كانت العرب تسابق في موضوع، كانت تقول القتل أنفى للقتل كده. القتل لا، القرآن قال لك مش أنفى للقتل. يعني كأنما نحن نقول والله إذا كان من أمن العقوبة أساء الأدب، مش كده؟ برضو واحدة من أمن العقوبة أساء الأدب. القرآن قال لكم في القصاص حياة. ولذلك هنا خلينا نؤكد معنى مهم جدا، وهو أن دعاة الآن إيقاف القصاص وعدم قتل من قتل والحديث عن قضية حقوق الإنسان والمجاهدة، هذا كله جهل بشريعة الله، وجهل بما يمكن أن تؤدي إليه هذه الأشياء من كوارث. صحيح. فلذلك يفقدون الحياة. نعم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه فيها حياة. نعم. كيف لا تستجيب لها؟ ما يستجيب. ثم أنت سبحان الله. ولذلك هل حقق الغرب بأنهم منعوا القتل لمن قتل الحياة عندهم؟ لا، لن يحصل. امتلأت السجون فقط. واستمر القتل. يعني أظن في كل دقيقة يموت ما أدري كم ألف. نعم. بحسب لكن تصوروا أنك أثبتت القصاص، من قتل يقتل، لا مجالمة. يعني أنا أعجب سبحان الله كيف أشفق على القاتل ولم يشفقوا على المقتول وما حوله. يعني هذا المقتول ألا تشفق عليه؟ أسرته ألا تشفق عليه؟ الأبناء ألا تشفق عليهم؟
هذه كلها الزوجة، الأموال، أيوة. الدمار. فهذا كله للأسف الشديد لما ينتكس العقل ويظل الاجتهاد العقلي هو الحاكم على البشرية فإنه فيه. لذلك صدق الله إذ يقول أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نعم صدق الله العظيم. رائع شيخ حسن، رائع، الله يجزيك خير. طيب طبعا تحدثنا عن أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. نعم. وتحدثنا أيضا يعني فيما يتعلق ب الحج، وسيأتي معنا الحج وأحكامه، ولكن هنا بعد أن انتهى سبحانه وتعالى من أحكام الصيام دخل مباشرة إلى أحكام الأموال، وقال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هذه الآية يعني لو الترتيب ترتيب عقلاني بعقلنا الضعيف كان مفترض ننقلها إلى أحكام الربا، أحكام الأموال. أحسنت. لكن وردت هنا بين أحكام الصيام وأحكام الأهلة. يا الله. أي والله. نعم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ما سبب، كيف نربط وما سبب ورودها هنا؟ يا سلام يا سلام. هذا سبحان الله منطق القرآن، شيء عجيب. طريقته تختلف تماما عن طريقة التأليف الذي نعم. نعرفه. نعم. وطريقته قائمة على أمرين: كيف تؤثر الشعائر على أحكام المعاش. يا سلام، هنا الرابط. كيف إنه والله أنت الآن خرجت من الصوم، زي ما قلنا أنت خرجت من التوحيد والتفكر وكذا ومحبة الله، كيف تؤثر في الأرزاق؟ طيب صحيح. خرجت من الصوم، كيف تعرف إنه والله صومك هذا كان له أثر؟ استفدت منه أو لم تستفد؟ كيف تقول حققت التقوى؟ مش قال لك لعلكم تتقون؟ أي أول محك السوق والأموال. سبحان الله. طيب السوق والأموال، الشعير اللي بعدها مبنية على إيش يا أخبران؟ الحج، مبنية على الأموال. نعم. طيب أنت أموال في الحج. نعم. وصيام يفترض أن يحقق التقوى. كأنما الله عز وجل يقول لك هاتين الشعيرتين وأنت تنتقل من الصيام إلى الحج، المحك في هذين الشهرين هو هل استطعت فعلا أن تكسب من حلال أم من حرام؟ هل ستدخل إلى شعيرة الحج من خلال المال الحلال أم من خلال المال الحرام؟ وأخطر أنواع المال الحرام إنك أنت تذهب به إلى الحكام. ما شاء الله الناس عندها استعداد للمحامين والقضاة وكذا، ومستعد يقسم، مستعد كل شيء في سبيل أن يكسب قضية. أعوذ بالله. ويظن من جهله أن والله كسبه للقضية أمام القاضي شطارة، إنها شطارة وإنها تحله ما دام أنها حكمت له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن يحتكم إلي الخصمان وإن أحدكم يكون ألحن بحجته من بعد فأقضي له. ظاهر الأحكام مبنى على قوة الحجة، مش كده، وقوة البينات. فهنا نلاحظ هذه الآية سبحان الله فعلا كما تفضل. الواحد يشوف ليش ما مشت هناك؟ لا، القرآن يقول لك نحن نريد أن نعرف كيف ترتبط أحكام المعاش مع أحكام إيه؟ المعاد. التقوى. نعم. تقوى الله سبحانه وتعالى. ولا تأكلوا أموالكم الآن لها طعم آخر. نعم. الآن سنقرأها مع هذا البيان. نعم. لها طعم آخر. وبعدين سبحان الله لاحظ أموالكم نسبت للطرفين. نعم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يعني مالك يا شيخ حسن هو مالي. نعم. ومالي هو مالك. نعم. كيف أضرك؟ نعم. وإن مالك هو مالي. نعم. إذا أنت لما تقف وتقوى فكأنما أنا قويت، وإذا أنا ضعفت أنت تضعف. الله على هذا الكلام. وكأنما المجتمع المسلم يرعى ماله بالحلال، يرعى ماله بالحلال. المجتمع كامل. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هذه أخطر حاجة. وأنتم تعلمون. شوف أخطر، هذه الأخطر إنه أنت وأنت عارف أنت مش مجتمع. هذه الأرض ليست لك، أنت عارف أنك نصاب حرامي. نعم. كيف تذهب إلى هذا القاضي وتقنعه أنها لك؟ ما تخاف الله. إذا أنت ما استفدت من صومك، وما استفدت من حجك. نعم. وما استفدت من عباداتك. كانت كلها عبادات صورية. فليتك ما صليت وليتك ما صمت. لأنه ما ظهر أثرها. ما ظهر أثرها. نعم صحيح. لكنك إذا صمت صوما حقيقيا يظهر الأثر. فإنك لأنه سبحان الله يا قرآن التقوى قلنا هي ترك العدوان، مش كده؟ أهم عدوان على الأموال. سبحان الله. مش كده؟ والمال محبب إلى النفوس. قبل تكلمنا عن العدوان على الأنفس، مش كده؟ نعم. الآن عدوان على الأموال. لاحظ كيف أن سبحان الله الأمن يتناوله القرآن في أكثر من مكان. الأمن على الأنفس،
الأمن على الأموال. سيأتينا بعد كده أيضا الأمن الخارجي اللي هو العدوان الذي يكون من الخارج. أهو بعدها نعم. بعدها بعد أن أشار إلى الحج سبحانه مباشرة قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم إلى آخر الآيات. نعم الله أكبر. فهنا أشار إلى الحج ثم بعدها أشار إلى الأمن الخارجي كما تفضلتم. نعم. ما الذي يعنيه هذا الكلام؟ نعم، هو الآن ما شاء الله انتقلت بنا الآيات من أركان الإسلام وأركان الإيمان والبناء الداخلي، ثم قضية حماية البنية المجتمعية من الاحتراب الداخلي، ثم دخلت بنا في قضايا الصيام كده، ثم دخلت بنا في التأمين للأموال وألا يعني وأثر الصيام على الأموال، دخلت في موضوع الحج. لاحظ إلى هنا تكون أركان الإسلام خلاص يعني تم تقريبا. نعم، باقي يفصل بس في الحج التفصيل. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأسلموا الله. لكن سبحان الله ستلاحظ شيخ برهان بأن الحج مهد الإنسان قبل الجهاد بأمرين. الحج يتطلب جهدا بدنيا وجهدا ماليا. جميل. ومن بخل بالجهد المالي والجهد البدني في الحج سيكون أكثر بخلا في إيه؟ في الجهاد. جهاد فيه بدل الأنفس، مش كده؟ فالجهاد فيه شبه، ولذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم. الحج فيه شبه بالجهاد. نعم، فجعله جهاد النساء. جهاد النساء، فهو جهاد النساء. قدم الجهاد الأقل من حيث الكلفة، هي صحيح فيه مال، فيه جهد، فيه تعب، فيه سفر، فيه مشقة، لكن كل ذلك دون إيه؟ دون ذروة سنام الإسلام وهو القتال في سبيل الله. فمهد بهذه، ثم انتقل بنا بعد ذلك إلى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. هنا طبعا تقريبا دي المرتبة الثانية من أنواع من تراتبية الجهاد. جميل. الأولى كانت في سورة الحج: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فكانت إذن. الآن انتقلنا إلى الوجوب، لكنه ما شكل الوجوب؟ أنك في حال الدفاع. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. هو أنت هنا لا تذهب إلى الآخرين. طيب يا شيخ حسن، احنا بنتكلم عن الاستخلاف في الأرض. نعم. ونشر الأمن والعدل. من سنقاتل؟ لماذا القتال هنا؟ نعم. يباح لنا من الذين سنقاتلهم؟ ولماذا نقاتلهم أصلا؟ نعم. ومن أين أتوا؟ برأيي هذا الأمر مهم. نعم. يعني ما يمكن القرآن يشير إلينا في آية الاستخلاف في سورة الاستخلاف في الأرض ونشر العدل بالأمر بالقتال لمن يقاتلنا، فهل سيقاتلون أناس؟ نعم. ليتك تبين. أحسنت. أولا الآيات التي تقريبا تناولت الجهاد كل مرة تظهر لك معنى من المعاني في القتال. يعني الإذن الأول قال أذن للذين يقاتلون بأنهم إيه؟ ظلموا. في إشارة لمن ظلمهم. إشارة لمن ظلمهم، وبالتالي كانت المعركة موجهة لمن ظلمهم. نعم. كان وقتها النبي صلى الله عليه وسلم موجه معركته كلها مع إيه؟ مع قريش. جميل. وظلت سبحان الله هذه المسألة واضحة. انتقلنا إلى المرحلة الثانية وهو الذين يعتدون علينا. نعم. فالذين يظلموننا هذه مساحة، الذين يستهدفوننا هذا أيضا نوع آخر. النوع الثالث الذين يصدون عن دين الله. النوع الرابع اللي هو الذين كفروا وجمعوا بين الكفر والصد عن سبيل الله. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يأتوا الجزية عن يد. إذن أنت أمام مجموعة من الأناس كل واحد فيهم له خاصية من إيه؟ من الخصائص. فالخاصية الأولى خاصية الظلم، والخاصية الثانية خاصية العدوان، الخاصية الثالثة خاصية منع اللي هو إحداث الفتنة. الفتنة هنا طبعا قضية إيه؟ الإكراه على الدين، الذين يكرهون الناس على الدين. الخاصية الرابعة نشر دعوة الله تبارك وتعالى بين العالمين. فستلاحظ أننا نقاتل في كل هذه المساحات، نقاتل في كل. لكن أيضا القرآن يراعي حال الجماعة المسلمة من حيث قوتها ومن حيث ضعفها، فلا يكلفها مثلا في مراحل الضعف ومراحل التي لا تتمكن فيها من قتال من هم
أبعد عنها ولا يشكلون لها مثلا جوار، لا تقول لهم قاتلوا هؤلاء. ولذلك تقول لك في بعض الآيات قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، قاتل الذين يلونكم من الكفار. وستأتي بعد إيه؟ قاتل وقاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا. لاحظ الآن. جميل. الأولى صد العدوان، الثانية قتال الأقربين من الكفار الذين تحتهم مجموعة من المظلومين أيضا، ويجب الإسلام أن يحرر هؤلاء وأن يعني يزيل حالة الطغيان التي عليه. جميل يا شيخ حسن. طبعا بعدها تكلم ربنا سبحانه وتعالى عن ما يتعلق بأحكام الحج والتفاصيل في ذلك. نعم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم أيه. واذكروا الله في أيام معدودات ممن تعجل في يومين. نعم. إلى أن بدأ يتحدث سبحانه وتعالى عن أهمية الصبر وأهمية حسبتم تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وكأنه يرغب فيها. بعدها بدأت الأسئلة نعم. ترد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. ثم جاءت أيضا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. ثم جاءت يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما. وكذلك قبلها يسألونك عن الأهلة في الحج. أيوة الأهلة في الحج. نعم كذلك. وأخيرا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. نعم. هذه الأسئلة المتواترة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة ماذا تعني؟ نعم. طبعا هنا خلاص بدأ المجتمع هنا يتفاعل كما، ودي الحالة الصحية في المجتمع الآمن، المجتمع المستقر سيتجه إلى بناء المعارف، الإجابة على تساؤلاته والبحث عن هذه التساؤلات التي تشكل هويته. فتلاحظ أنه والله أسئلة عن الأهلة، أسئلة عن الإنفاق، أسئلة عن المحيض، فهي عبارة عن حالة يومية يمر بها المجتمع المسلم، وكلها سبحان الله يجيب الله تبارك وتعالى. وطبعا من أدب الصحابة رضوان الله عليهم أنهم ما كانوا يكثرون السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم. لو تلاحظ أن الأسئلة في القرآن تكاد تكون محدودة جدا، ولكن من اللطائف التي يذكرها أهل التفسير أيضا كل الأسئلة كان يقول فيها قل، إلا سؤال واحد وهو سؤال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، اللي ورد في آيات الصيام فإني قريب أجيب دعوة. فكأنما أراد الله سبحانه وتعالى أن ينفي فكرة الوسائط في موضوع الدعاء. جميل يا شيخ حسن. طيب في بعد ذلك دخل رب العالمين فيما يتعلق بالطلاق، فيما يتعلق يعني الذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، إلى أن قال طلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وهكذا يعني فصل في أحكام الطلاق، طلاق المتوفى عنها وطلاق ذات العدة وطلاق أيضا ومن أقسم على زوجته. هذا كله كذلك فيما يتعلق بأحكام الرضاع، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين من أراد أن يتم الرضاعة. أيضا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. الآن الكلام كله عن الزواج والطلاق، الشأن الاجتماعي، مسائل. نعم، الشأن الاجتماعي. نعم. سبحان الله، يعني سورة البقرة هي سورة المنهاج الشامل. نحن الآن دخلنا في المنهاج الإيماني والمنهاج الإسلامي والمنهاج المتعلق بالصوم وإلى غير ذلك، ثم دخلنا مباشرة في البداية بالنكاح. لاحظ سبحان الله المدخل في موضوع النكاح كان مدخل أقرب إلى مدخل التحريم، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. لاحظ ولا أمة مؤمنة خير. يعني هو حدد لك من التي لا تنكح، وأداك بعد كده الحرية. إياك ونكاح المشركات وإياك ونكاح المشركين، يعني لا تجعل بنتك تتزوج، لا تنكح ولا تنكح. أيوة. نعم. ثم بعد أن قال لك والله لا تنكح، خلاص بين لك إنه والله النساء حل لك، بين لك أيضا بعد الزواج وبعد أن تصير الزوجة حل لك هنالك منطقة أيضا لا بد أن تجتنبها، وهذه من دقائق القرآن الكريم. خلاص أنا قلت لك والله بعد الزواج حرمت لك المشركات وأحللت لك المؤمنات، لكن في المؤمنات هنالك مساحة تحريم. وهنا طبعا تأتي قضية ليعلم من يخافه بالغيب، اللي يقول لك والله أثناء ما هي حائض ما تقترب. الله، مش كده؟ قال نعم. ولا نعم
ولا تقربوهن حتى يطهرن أيوة. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. نعم. عجيب. لاحظ عجيب. ايش التسلسل، ايش انه والله بعد نكاح عدم نكاح المشركات ثم يقول لك والله ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء كأنما انت والله طيب يا ربي هنالك يعني زوجتك كل شيء حلال لك، كل شيء حلال لك إلا في هذا الموضع وهي حائض إياك أن تقربها، أن تقترب منها، وهي زوجتك وفي بيتك وفي غرفة النوم، فما تترك هذا الشيء إلا مخافة الله، ليعلم من يخافه بالغيب. هنا أنت إذا استحققت أن تكون خليفة في الأرض. وهنا لاحظ الله أكبر، المدار كله حول التقوى يا شيخ، المدار كله حول التقوى. هنا ما الذي يمنعك ويمنعها في لحظة الحيض؟ هو الله بس. يعني إذا أردت أن يعني يريد الله عز وجل مدى مخافة الله في قلبك، أن يعرف الله مقدار خوفك منه سبحانه. لذلك يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء تناله أيديكم تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. وبعد ذلك هناك يقول لك علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. فبيخبرك أن خبايا الغرف. الصحابة يا شيخنا تربوا في وضعية الواحد منهم يخشى من دبيب النملة في داخل بيته، لأن الآيات تفضحهم. الله المستعان. تفضح. ولذلك سبحان الله كان الواحد منهم والله في مواقف يأتي ويعترف مباشرة، أنا فعلت كذا، أعرف قبل أن ينزل علي القرآن يعني أنا فعلت كذا. نعم. الله المستعان. يا رسول الله هلك، قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي من نهاية رمضان. نعم سبحان الله، لا إله إلا الله. هكذا المواقف. يأتي عمر بن الخطاب يقول يا رسول الله هلكت، قال ماذا؟ قال غيرت رحلي يا رسول الله، غيرت رحلي. قصة شيخ برهان عجيبة سبحان الله في هذا كان في واحد من الصحابة من الصحابة العاديين، ويبدو أنه كان في مكان عام وبقرب نساء يأخذ ويعطي معه، فمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ارتبك وقال ما بك؟ قال ضاع بعيري يا رسول الله وأنا أبحث عنه. تركه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يأتي إلى المسجد يأتيه يقول ما بال البعير؟ هنا لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم والله لطائف عجيبة. الله أستاذ. فالرجل صار يتأخر في الصلاة عشان ما يسأله النبي، ما خايف السؤال. أيوة. والنبي صلى الله عليه وسلم الآن لاحظ أين تربية النبي. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول له إياك والكذب علي. نعم. البال كله هين. أما أنك أنت والله أنا فاهم القصة وأن الله سيخبرني عنك. أيوة. وقد يكون أخبره إيش كان هل في بعير ولا ما في بعير. فالرجل مسكين صار يأتي خلف المصلين، الناس تصلي ويأتي بعد أن تنتهي الصلاة. فذات يوم النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه دخل المسجد جلس بجواره فأطال الصلاة، والنبي جالس منتظرك. فقال والله لا ينجيني إلا الصدق. قال يا رسول الله والله ليس لي بعير ولكن الموقف اللي أنا كنت فيه موقف أحرج كذا. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذه على إيه؟ على الموقف، ولكن صح له الوضعية، لأن إذا كان انطلق من الصدق فإن الصدق يهدي إلى إيه؟ إلى البر. والبر يهدي إلى الجنة. لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب إن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلاصة نريد نقولها تربوا على هذا المعنى. يا سلام. معنى إنه والله الأمر مكشوف أمام الله. يا سلام. لا حتى لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك جماعة اللي تخلفوا قال والله لا ينجيني إلا الصدق مع رسول الله. يا سلام. نعم. طبعا منافقين تكلموا وكل اعتذر يعتذرون إليكم إذا انقلبتم إليهم، مش كده؟ لكن الثلاثة لا، صدقوا مع الله وصدقوا مع رسوله صلى الله عليه وسلم. صدقهم الله. صدقهم. كلام جميل. يعني الآن نستفيد نحن بأنكم يا معشر المسلمين إذا أردتم أن تستخلفوا في الأرض بالقوة والتمكين، نعم. بالقوة والتمكين، فاتقوا الله في خاصة أنفسكم. نعم. اتقوا الله في دمائكم، نعم. واتقوا الله في أموالكم، نعم. واتقوا الله أيضا في أعراضكم. أحسنت. هذه مقاصد الشريعة. يا سلام. حماية الدين وحماية النفس وحماية النسل وحماية العقل وحماية المال. نعم. وكأنه يقول هنا لاحظ شيخ برهان جزاك الله خير، لخصت أنت تقريبا المقطع المتعلق بالشأن الاجتماعي كله، بدءا من النكاح
ثم دخل في قضية إيه؟ ما هي القضايا التي تحرم في النكاح، وما هي القضايا التي بعد أن تتزوج زواجا صحيحا أيضا لابد أن تراعيها. نعم. مش كده؟ ثم دخل معك بعد كده في أشياء لها علاقة بالحقوق، فلهن مثل الذي عليهن بالمعروف. صحيح. العلاقة الزوجية كيف ليش هذا التفصيل؟ يعني من 200 أظن 21 إلى 242 نعم. قريبة 20 آية حدث عن الزواج، وتحدث عن العلاقات الزوجية والحقوق بين الزوج والزوجة، وتحدث عن النفقات، وتحدث إذا حصل أيضا الفراق، وتحدث عن الإيلاء، وتحدثت عن الطلاق وبأنواعه، الطلاق الثلاثي والطلاق نعم بالتفصيل. ثم تحدثت عن الرضاع. ما هي هذه القضية؟ بالتفصيل. هذا التفصيل لأنه يا شيخنا إذا صلحت اللبنة الأساسية في المجتمع صلح المجتمع. يعني العلاقات البينية، علاقات الأسرة. وحتى يوصي أيضا يقول حتى لمن وقع بينهم الطلاق وما اتفقوا يوصيهم بأن لا ينسوا الفضل بينهم. ولا تنسوا الفضل بينهم. إيه ده؟ نعم. وبل في أشياء يعني الخلاف في غير ديننا يحصل عداوة. يحصل عداوة وتقاطع. لا اللطيف في ديننا لا، ما في تقاطع. الطلاق مرتان فإمساك إيه؟ بمعروف أو تسريح بإحسان. طيب ليش ما كان الإحسان العكس مش كده؟ أيوة. ليش عند الطلاق طالبك الله بالإحسان؟ يعني هذا موطن الحقيقي الذي ومع الأسف هذا غير معمول به يا شيخ حسن. للأسف هذا اللي يعبر لك عن إنه والله العظيم مع الأسف الناس إذا طلقت ما تطلق بإحسان أبدا إلا من رحم الله. إلا من رحم الله. يطلقون بعضهم بعضا بالسب والشتم واللعن، وتأتي المرأة وتحتفل لأنها طلقت حتى تغيظ طليقها. فهناك ولذلك نحن إذا بهذا الواقع المؤلم سلط علينا ترامب، سلط علينا الصهاينة، سلط علينا إسياس، سلط علينا كل المجرمين، وسحب منا السلطة، وسلط علينا هؤلاء المجرمين. لماذا؟ لأننا لم نتق الله في حياتنا، في طلاقنا، في زواجنا، في مسؤولية الرضاع، حتى مسؤولية الرضاع سبحان الله، حتى في الرضاع يقول لك هذا الطفل يجب أن لا يكون ضحية بين الطرفين، أنتم تحتاجوا إلى تشاور. وأول حدد المسؤولية وعلى المولود له، فصار المولود له أن الولد ينسب لمن؟ لأبيه، وهو صاحب القوامة وهو صاحب الصرف، والمرأة في هذه اللحظة مطالبة بالإرضاع، إذا ما في هنا يجب أن يستأجروا مرضع كده. فرتبت المسألة بحيث في النهاية المسؤولية. اليوم يا شيخ حسن ليس رضاع، بل يأتي الولد فيأتي أباه يطلق أمه ولا يهتم بأوراقه وثبوتاته. صحيح. ولا يتابع أموره، وتتصل به المرأة المطلقة تقول هذا ابنك، هات أوراق، أعطيني وكالة، أعطيني أمور، وهو لا يهتم بهذا نهائيا. لذلك سلط علينا من سلط، والله خصوصا في مجتمعنا الإريتري وفي الجاليات. وأنت تعرف كل مرة تجينا حوادث وتجينا شكاوى وتجينا إشكال، يعني لا تكاد تصدق أنه هذا يقع في مجتمع فعلا يعني مجتمع مسلم. هذه على كل أشار القرآن الكريم إلى هذه السلسلة من الأحكام. أنا هنا دار أشير إلى قضيتين. القضية الأولى كيف أن سورة البقرة اشتملت على منهاج الإسلام كله. نعم يا سلام. حصل. فالذين يقولون بأن والله بإمكاننا أن نفصل الدين عن الحياة، نقول لهم صعب جدا تفك سورة البقرة عن المصحف هذا القرآن الكريم، أو تفكها عن تصورات المسلم الذي هو والله يريد أن يلتزم بالإسلام في عقيدته، يريد يلتزم بالإسلام في شريعته، يريد أن يلتزم بالإسلام في شؤونه التفصيلية. فهذه التفاصيل تقريبا يعني لها علاقة باللبنة الأساسية وهي الأسرة. فإذا صلحت الأسرة كما ذكرت تصلح إن شاء الله باقي. صدقتم شيخنا شيخ حسن. نعم. عندي آيتان. نعم تفضل. ما أود أن نمر أو ننهي الحلقة قبل أن نمر على التعليق على هاتين الآيتين. نعم. يعني نحن الآن ذكرنا ما يتعلق بالاستخلاف في الأرض وأحكام الأركان الإيمان، أركان الإسلام، وما إلى ذلك من الأحكام. نعم. المجتمع، ذكرنا هذا. نعم. في وسط هذا الكلام رب العالمين يقول ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. يا الله. إيه ده؟ سبحان الله يا شيخ برا، قلت وأنت تسأل أنا أفكر في إنه بين آيات الطلاق كلها ترد كلمة التقوى. نعم. تقوى. نعم. التقوى. هنا لاحظ هذه أحكام
أيوة هذه الأحكام التي يجب أن لا تجعلونها ساحة للتلاعب. نعم. ما هزو ولا استهتار ولا استخفاف. وبل عاتب الله بني إسرائيل هناك لما قالوا لنبيهم عندما قالوا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا. كيف هزوا؟ نعم. هذه أحكام تعامل معها بقوة، خذ الكتاب بقوة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. هذه الآية وردت سبحان الله في قلب آيات الطلاق. نعم. واليوم نحن نعاني من هذه الإشكالية. نعم. أن الناس سبحان الله لا يريدون أن يخضعوا لأحكام الرضاعة وأحكام الطلاق وأحكام الإيلاء وأحكام الزواج وأحكام هذه الأحكام. للأسف بعد ذلك يا شيخ حسن بعض الرجال يطلق زوجته 10 مرات. نعم. يطلقها 10 مرات وفي كل تلاعب للأسف الشديد. تلاعب والله. نعم. واتخاذ الدين هزوة. نتخذ الدين هزوة. نعم. هذا ولذلك هنا ربنا رب العالمين سبحانه ولا تتخذوا آيات الله هزوة. وننبه النساء على وجه التحديد، لا تسمح للرجل أن يجعل العلاقة بينها علاقة تلاعب. فكأن الله يقول نعم إذا كنتم أنتم بهذا المستوى من التلاعب بالدين وعدم تعظيم حرمات الله عز وجل فلن تستخلفوا في الأرض ولن تكونوا قادة للأمم. لست أهل. قد يكون هنالك علماني أشرف منك. نعم. مش كده؟ على الأقل عادل. العلماني الليبرالي عادل. وأنت تعلم الحق فأنت ملخبط. أحسنت. نعم. هذه اللفتة مهمة جدا. لذلك ابن تيمية عليه رحمة الله يقول إن الله لينصر الدولة الكافرة إذا كانت عادلة. نعم. ولا ينصر الدولة المسلمة إذا كانت ظالمة. فالظلم هو مسألة الأحكام. نعم. إذا اتخذت آيات الله هزوا أنت ظلمت ولا تستحق أن تكون مستقلا. نعم. وستضم إلى قوائم الخلافة نعم. الفاشلة، الخلافة التي تكلمنا عنها. ولذلك مشايخنا لما كانوا يقولون لنا يعني أطال الله في عمره من عاش ومن مات نسأل الله أن يرحمه، كانوا يقولون ما جاء بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. إلا بتوبة أو بطاعة. وهنا يعني ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى. ذلك ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. الآية الثانية. نعم. الآية الثانية يا شيخ حسن تلاحظ أن رب العالمين تكلم عن أحكام الطلاق أيضا. نعم. وقال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر. 4 أشهر و10. وقال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. وقال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن. وقال فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فنصف ما فرضتم. ثم قال في وسط هذا الحكم بعدها طبعا قال وإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم. ثم قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج. ثم قال وللمطلقات متاع بالمعروف. ما زال يتكلم عن الطلاق. في وسط هذا الكلام قال وهذه الآية التي أنا أسأل عنها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ما سبب إيراد عن الكلام كله عن أحكام الطلاق؟ الذهن كله مشغول بالطلاق وأحكامه المتوفى والأرملة ومش إلى آخره. الآن التوجيه مباشرة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الله أكبر. الله كأنما يقول لهم بأن هذه التقوى التي هي مدار كل هذه الخطوات لن تحققوها إلا إذا تعززت الصلة مع الله واستقام أمركم مع الله. أعد هذا الكلام. يعني لن تستطيع أن تحقق التقوى. مش قلنا هناك هدى للمتقين والتشريعات دي كلها للمتقين مش كده؟ قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. نعم. هناك في البدايات. هنا دخلها في النص زي ما كنا نتكلم عن عبادات تحسن المعاملات. يعني أنتم لن تحققوا هذه الأحكام التي ذكرتها لكم إلا بالخوف من الله، إلا بخوفكم من الله وأدائكم لهذه الصلاة. بس هي سبحان الله. لاحظ الصلاة هي العلاقة مع الله، وجود صلة، وجود التزام، وجود ارتباط. طيب قوة الارتباط مع الله هي قوة التقوى. فك الارتباط مع الله هو فك أو تضعضع حالة التقوى. فإذا كان حصل كأنما الله سبحانه وتعالى لاحظ سبحان الله هنا الآن انعكست. الآن كنا زمان بنجيب التعبديات ثم ندخل على المعاملات مش كده؟ الآن سبحان الله في المعاملات وسطها دخل لك إيه؟ العبادات. إيه؟
إذا أنت العبادات والمعاملات لهم بعدين صلة. لاحظ الشيخ حسن نعم أن الكلام ليس أقيموا الصلاة، لا، الكلام حافظوا. حافظوا. أيوة أحسنت، يعني ليست القضية الأداء العادي، أي إنما الإقامة نعم والحفاظ عليها. نعم. ومن حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا. حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى. الخمسة، يعني نعم. حافظ على الصلوات الخمسة. نعم. ثم حدد قال والصلاة الوسطى. لماذا؟ لماذا الصلاة الوسطى؟ على أرجح أقوال أهل العلم أنها صلاة العصر. نعم. بالذات صلاة العصر يوصينا الله أن يحافظ عليها، لماذا؟ والله أعلم شيخ برهان، كأنما هي، لاحظ الآن أنت فترة العصر هذه أحيانا قد تكون في قمة الأسواق. يا سلام عليك. أي في قمة الأسواق، يا سلام. الحركة المالية قمة الأسواق. قمة الأسواق. أي نعم. وأحيانا تكون قفلة الحسابات زي ما يقول. فتكون سبحان الله مساحة للإضاعة. الله. هنا تختبر التقوى. الله. إن والله الذي يستطيع أن يقوم من محاسبته ومن مكتبه ومن ماله ومن دكانه ومن بنكه يتحرك إلى الصلاة، فإن هذا علامة ولذلك وصف أن من يترك أعماله ودنياه من أجل الصلاة الله. وصف بأنه رجل. أنه رجل. قال سبحانه رجال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة. أيوة. فالذين تلهيهم التجارة وهذه تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، كأنه يعني صلاة العصر. الله أكبر. وإقام الصلاة. إقام الصلاة. فهنا هذا الترابط سبحان الله لابد أن، يعني أكبر شيء يمكن أن نستفيده من هذه الحلقات كيف أن سورة البقرة سبحان الله تربط وتحدث هذا التشابك، والذي يقرأها بعد كده إن شاء الله سيقرأها بطريقة نعم. طريقة مختلفة. نعم صحيح. والله ليش والله هذه الآية لي بعض الناس يتصور بأن والله بس شكت كشتين، لا مش لا. المسألة هذا يسموه في علوم القرآن يسموه منطق القرآن. الله. أي منطق القرآن لا يقوم على طريقة أرسطو. الله. لاحظت؟ يقوم على طريقة مختلفة لأنه الله. فالله عز وجل يعلم، ألا يعلم من خلق؟ هو اللطيف الخبير، فيعلم ما يصلح الإنسان. فهو سبحان الله يعطيك أحكام ثم يقول لك لا، الأحكام هذه ما بتصلح إلا بحاجة واحدة. لاحظ سورة الطلاق، أكبر معنى تكرر في سورة الطلاق التقوى. نعم صحيح. ومن يتق الله يجعل له من مخرج ومن يتق الله يجعل له من كل، مش كده؟ فأنت إذا استحضرت معنى التقوى في حالات الطلاق، واستحضرتها في حالات الزواج، واستحضرتها في العلاقات البينية داخل الأسرة، فإنك تكون إن شاء الله قد خرجت منتصر وحققت مقصود الشارع في هذا الجانب. مشاهدي الأكارم، لا أدري ماذا أقول لكم. أنا شخصيا لم أشبع من هذا الحديث الجميل ومن هذا الطرح الرائع في معاني ومقاصد سورة البقرة، ولكن الوقت داهمنا. سنقف هنا ويبقى معنا إن شاء الله في الحلقة القادمة لنختم مقاصد سورة البقرة فيما يتعلق بمقاصد الاقتصاد، مقاصد الجوانب الاقتصادية في الخلافة الإسلامية كيف تكون. إلى ذلك الوقت أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإن أنسى فلا أنسى أن أشكر الله سبحانه وتعالى أولا، ثم أشكر الأستاذ الدكتور حسن سلمان على هذا الطرح الجميل، وكذلك الشكر موصول لكم مشاهدي الأكارم، ونشكر أيضا إخواننا في الكنترول. تقبل الله من الجميع العمل الصالح، والله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اقرأ بسم الله الأكرم واسمع خير كلام وافهم، من يسعى للمجد تعلم، صناع المجد العلماء. اقرأ بسم الله الأكرم واسمع خير كلام وافهم، من يسعى